ناس كتير قالت لي يا ريت تعمل لنا كاس العالم. النهارده هعمل لكم كاس العالم مع الشرح كمان يا ابو عمو، وجبت كل الكؤوس اللي هي تخص الساحر المستديري. بس قبل كل شيء لايك وشير وكومنت حلو منك، ولو مش عامل متابعة يا ريت متابعة، عشان هتلاقي مشاريع كتير سهلة وبسيطة. مش هقول لك اعمل مصنع بملايين، هقول لك اعمل مصنع بملاليم. تابع الخطوات معاي. احنا ادينا المادة اللي هنصبها في جوه القالب بوليستر. البوليستر طبعا ده بتبحث عليه عندك في جوجل، تكتب اين تباع مواد البوليستر والسيليكون رابر، هيجي لك اقرب تاجر ليك. عشان ما ينفعش اقول لك روح لتاجر معين، انا مش متعامل مع تاجر معين ولا مش تاجر خامات. بندي اول وش. يا ريت الناس تاخد لبالها من اللي احنا بنعمله، لان الشغل دي اللي هو المفرغ المجوف من جوه، ازاي تعمل شغل مجوف وازاي تكفل التحفة بتاعتك. طبعا احنا بنديها وش واثنين وثلاثة. بندي لها اخر وش اللي في يدنا ديتي، المصلب ده اخر حاجة طبعا بنحطه عشان ما يتصلبش منيني. بندي اخر وش. نفس الشغل الصيني وخامة امتن. تمام. احنا خلاص حرتفنا الحواف من تحت، وبنبدأ نفك القالب. طبعا الطبقة او الوش بياخد من 10 دقائق لربع ساعة نشفان. بنفك القالب بتاعنا. طبعا التحفة بتكون سخنة، درجة حرارة ما بين 80 و90 درجة مئوية. بنستناها طبعا لما تبرد شوية عشان خاطر نسنفرها ونقص الروايش اللي فيه. بعدين ناقص الأرضية هنعملها ازاي؟ المعلومة دي يعني ركز فيها كويس عشان تنطبق معاك مع أي تحفة كبيرة أو صغيرة. بتجيب البريلو وبتجيب البولستر بتاعك، بتقلبه مع الكوبالت مع المصلب مع السبيداج، وبتفضي منه شوية، وبتجيب البريل. نفس يعني الفيديو شارح نفسه، وخير الكلام ما قل ودل. المهم ان احنا نكون وصلنا المعلومة صح لأي حد بيشاهدني. ويا ريت ما تبخلش، يعني استفدت بالمعلومة ما تبخلش على اصدقائك. شارك الفيديو عشان خاطر ربنا يجعلك سبب في رزق ناس تاني، ناس كتير يعني ربنا جعلنا سبب في تحنيط بيوتها. وطبعا خلاص خلصنا الأرضية وكل حاجة زي ما حضراتكم شايفين. بنجيب الغرة عشان خاطر هندهن طبعا كل التحفة اللي معانا. هنديلها طبعا ورق الذهب عشان خاطر طبعا تدينا المنظر الجمالي الأصلي. ودي تحفة أصلية نفس اللي بتجيلنا من الصين، ويمكن أحلى من اللي بتجيلنا من الصين. نفسي كل بيت في مصر يبقى فيه مصنع. تحياتي للجميع. استفدت من الفيديو، لايك وشير وكومنت حلو منك. السلام عليكم.